قبل أن نبدأ أعزائي المشاهدين، رجاء لا تبخلوا علينا بدعمكم الكريم، فكل إعجاب وكل تعليق وكل اشتراك يعتبر دفعة معنوية كبيرة لنا لمواصلة هذا الجهد. جزاكم الله خيرا، ولكم منا جزيل الشكر والتقدير. أما الآن فلنستعد معا لاستقبال مفاجآت الطقس التي تحملها لنا الأيام القادمة. فالمملكة المغربية على موعد مع تغيرات جوية غير متوقعة تجمع بين هدوء مؤقت واضطرابات مفاجئة، بين دفء زائف وبرودة مباغتة، وبين سحب تتراءى في الأفق وأمطار قد تنهمر بغتة. الرياح. الحاضر الخفي في المشهد الجوي. ابتداء من الغد تبدأ أولى علامات التغير بالظهور على شكل رياح نشطة تتحرك بخفة أحيانا وبقوة أحيانا أخرى، حاملة معها نسمات باردة أو تيارات جافة بحسب المناطق. هذه الرياح قد تكون مزعجة في بعض الجهات الساحلية، وقد تتسبب في تطاير الغبار أو ارتفاع الموج، أو حتى في تغير طفيف في جودة الهواء في بعض الجهات الداخلية. في المرتفعات قد نشهد تعاظما في قوتها، مما يستدعي اليقظة، خصوصا للسائقين ومستعملي الطرق الجبلية، حيث يمكن أن تؤثر على التوازن والرؤية وتفرض نوعا من الحذر الإضافي. الحرارة من دفء إلى اعتدال فإلى برودة مفاجئة. الطقس كما عودنا لا يخلو من المفاجآت. فغدا وفي الأيام الموالية ستسجل أجواء دافئة نوعا ما في عدد من الجهات، وقد يظن البعض أن الصيف حل مبكرا، لكن الحقيقة مختلفة تماما. فهذا الدفء ما هو إلا خدعة موسمية مؤقتة يعقبه تراجع واضح في درجات الحرارة، خاصة حين تتسلل كتلة هوائية باردة من شمال المملكة محملة بنسائم عليلة أو برد خفيف يعيد إلى الأجواء ملامح الربيع الحقيقي، وربما حتى بدايات خجولة للبرد في بعض المناطق الجبلية. هذا التقلب قد ينعكس على الحالة الصحية، خاصة لدى الأطفال والمسنين، لذلك ينصح بعدم التسرع في تخفيف الملابس، لأن الطقس سيأخذنا في رحلة متأرجحة بين الفصول. السحب. رسائل السماء وتلميحات المطر مع تغير الرياح والحرارة تظهر السحب لتزيد المشهد جمالا وغموضا. في البداية سنلاحظ توافد سحب خفيفة عابرة، ثم تبدأ في التكاثف شيئا فشيئا، خصوصا فوق السواحل الشمالية والمرتفعات. هذه السحب وإن بدت هادئة في ظاهرها قد تخفي في طياتها تقلبات جوية، وربما زخات مطرية مفاجئة تنزل في أوقات غير متوقعة أو أماكن لم تكن في الحسبان. وقد يتخلل هذه السحب بعض الظواهر المحلية مثل الرعد الخاطف أو زخات البرد في قمم الجبال، مما يستوجب الانتباه خاصة في المساء وساعات الليل الأولى. المطر. الضيف المنتظر في هذا الفصل المتقلب، هل ستمطر؟ نعم، هناك احتمال كبير لذلك، وخصوصا في مناطق الشمال وبعض الجهات الوسطى، بل وحتى بعض النواحي الجنوبية التي لم تعرف زخات معتبرة منذ مدة. المطر قد يكون خفيفا في بعض الأحيان، وقد يأتي على شكل زخات متقطعة أو أمطار متواصلة في فترات معينة من النهار أو الليل. وهذه التساقطات وإن كانت غير منتظمة تبقى ذات أهمية كبيرة للفلاحة والمياه الجوفية، وحتى للغبار العالق في الأجواء. لكن لا بد من الحذر، لأن بعض المناطق المعروفة بتضاريسها الوعرة قد تشهد سيولا مؤقتة أو ارتفاعا في منسوب بعض الأودية، خصوصا في حال كانت الأرض مشبعة أو جافة بشكل مفرط. الخاتمة. حالة ترقب ويقظة واستعداد. نحن أمام فترة انتقالية بامتياز تحمل في طياتها تقلبات متعددة، وقد لا تستقر الأجواء إلا بعد مرور بعض الأيام. لذلك لا بد أن نبقى في حالة يقظة، نتابع النشرات الرسمية ونتهيأ لكل الاحتمالات. ولعل في هذه الفوضى الجوية حكمة تذكرنا بجمال الطبيعة، وبأن الفصول ليست مجرد مواعيد في الرزنامة، بل هي قصص تكتبها السماء يوما بعد يوم. شكرا لكم على متابعتكم، وندعوكم مرة أخرى لدعم القناة بكل الوسائل المتاحة، من زر الإعجاب إلى الاشتراك إلى مشاركة الفيديو مع من يهتم بأخبار الطقس. أبقوا دائما على اتصال،
فنحن هنا لنرصد لكم كل جديد ونشارككم كل تطور أولا بأول. إلى اللقاء، ودمتم في رعاية الله وحفظه.